بيقول لي ايه الدرس الاول؟ الزراعه في وطننا العربي. يقول لي الزراعه ليها اهميه كبيره جدا في حياتنا، لان الزراعه هي اللي ساعدت الانسان على حياه الاستقرار. ازاي؟ احنا عارفين ان الانسان المصري القديم كان عايش على الهضاب، كان بيلتقط الثمار، بينتقل من مكان الى اخر. يعني الشجر يوقع بعض الحبوب او الثمار ياكلها، تخلص ينتقل إلى مكان آخر، وهكذا. لما حل الجفاف على الهضبة، اضطر الإنسان المصري القديم إن هو ينزل إلى أماكن أخرى يبحث فيها عن الماء. فلقى إيه؟ لقى المية، لقى وادي النيل. الحبوب اللي كانت معاه أو الثمار دي وقعت في الأرض، فبعد وقت من الأوقات لقاها طلعت ونبتت مرة تانية. فمن هنا عرف ايه؟ عرف الزراعه. الزراعه علمته الاستقرار ان هو هيفضل في نفس المكان عشان خاطر ان هو يحافظ على النبات او الارض اللي هو زرعها. من هنا بقى بدأت تقوم الحضارات القديمه، سواء الحضاره المصريه القديمه اللي هي الحضاره الفرعونيه على ضفاف او على شاطئ نهر النيل، حضاره بلاد ما بين النهرين في العراق اللي هو دجلة والفرات. يعني معنى كده ان جميع الحضارات كانت مرتبطة بوجود الانهار وبوجود الاستقرار. يقول انا عندي عوامل قيام الزراعة في الوطن العربي. ايه هي؟ ايه اماكن وجودها؟ ايه اهم المشكلات اللي بتواجهها؟ يبقى احنا هنتعلم هنا. واول حاجة سؤال بيقابلنا: ما هي عوامل قيام النشاط الزراعي؟ او ممكن يقول لي نقط من عوامل قيام النشاط الزراعي. يبقى الزراعة في الوطن العربي كانت ليها عدة عوامل، سواء عوامل طبيعية أو عوامل بشرية. العوامل الطبيعية يعني الإنسان ملوش دخل فيها، والعوامل البشرية اللي هي خاصة بالإنسان. عوامل طبيعية قال لي المياه العذبة، التربة الخصبة، والمناخ المتنوع. العوامل البشرية الأيدي العاملة ورأس المال والسوق. أول حاجة في العوامل الطبيعية وأهم حاجة اللي هي موارد المياه العذبة. بيقول لي موارد المياه من أهم العوامل اللازمة لقيام الزراعة. الوطن العربي بيمتلك موارد مياه كتيرة جدا، بتشمل إيه؟ قال لي الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية. الأمطار بالرغم منها بتبقى قليلة، لكنها بتساعد على قيام النشاط الزراعي. المياه السطحية المياه الموجودة على سطح الأرض، سواء أنهار أو بحيرات. المياه الجوفية زي ما خدناها قبل كده، اللي هي المياه الآبار والعيون، واللي بتبقى موجودة عادة في الصحراء. التربة الخصبة. الوطن العربي بيتميز بوجود تربة خصبة حوالين مجاري الأنهار، زي الأراضي الخصبة على شاطئي نهر النيل في مصر وفي السودان، نهري دجلة والفرات في العراق، نهري جوبا وشبيلي في الصومال. يبقى أول حاجة معانا في العوامل الطبيعية اللي هي موارد المياه العذبة. وتاني حاجة اللي هي التربة. تالت حاجة المناخ. المناخ لما يبقى متنوع ده بيؤدي لتنوع المحاصيل الزراعية. يبقى لو قال يتميز الوطن العربي بتنوع المناخ، النتائج اللي ترتبط على كده يقول لي ايه؟ انتاج محاصيل متنوعة. طيب ممكن يجيب لي السؤال بطريقة تانية، يقول لي بما تفسر تنوع المحاصيل الزراعية؟ هقول له بسبب تنوع المناخ. كمان ان يحصل تبادل بين الدول العربية في المحاصيل الزراعية، ان كل دولة تدي بقية الدول الاخرى ما تحتاجه من منتجات. ده بسبب المناخ، لان انا عندي درجات حرارة متباينة يعني مختلفة ما بين الدول وبعضها، فكل دولة بتزرع نبات مختلف قادرة على انها تدي الدول الاخرى النبات او المحاصيل اللي مش موجودة عندها. يبقى دي اول حاجة معانا اللي هي العوامل الطبيعية. انا قلت عوامل قيام النشاط الزراعي، عوامل طبيعية وعوامل بشرية.
العوامل الطبيعية اللي هي موارد المياه العذبة، الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية والتربة والمناخ. أجي بعد كده للعوامل البشرية. العوامل البشرية اللي خاصة بوجود الإنسان، يعني الإنسان اللي بيعملها، زي مثلا الأيدي العاملة. طبعا احنا عارفين ان الوطن العربي عنده ثروة بشرية هائلة جدا في جميع المجالات وخصوصا في الزراعة. والدليل على كده قال لي ان انا عندي ايادي عاملة مدربة على مستوى عالي من الخبرة والكفاءة. تاني حاجة اللي هو رأس المال. رأس المال لازم لعوامل قيام الزراعة. ما انا مش هعرف ان انا اعمل زراعة من غير فلوس، لان انا الفلوس دي اللي هتقوم لي او هقوم من خلالها بالعديد من المشروعات الزراعية. بعض الدول عندها رؤوس اموال زي دول الخليج، وبعض الدول تانية عندها ايدي عاملة زي مصر. فالدول اللي هي عندها اموال كتيرة بتمول العديد من المشروعات الزراعية في الوطن العربي. يبقى كل دولة وأخرى بيحصل بينهم وبين بعض تكامل، سواء في الأيدي العاملة أو في رؤوس الأموال. ثالث حاجة في العوامل البشرية اللي هو السوق. زيادة السكان في الوطن العربي وارتفاع مستوى المعيشة ده زود الطلب على المنتجات الزراعية. يبقى لو قال لي ما النتائج المترتبة على زيادة السكان في الوطن العربي، هقول له زيادة الطلب على المنتجات الزراعية في الدول العربية. فده هيؤدي لإيه؟ قال لي التوسع في النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج. ما أنا طول ما في طلب هيزيد بعد كده النشاط، كل لما هاخد أكتر كل لما النشاط الزراعي يزيد أكتر. كمان هيحصل تحسين للمنتجات الزراعية عشان تنافس غيرها من المنتجات. يبقى دي زي ما قلنا أول حاجة عوامل قيام النشاط الزراعي، عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية المياه العذبة والتربة الخصبة والمناخ المتنوع. العوامل البشرية الأيدي العاملة ورأس المال والسوق. الجزء اللي بعد كده اللي هو مناطق توطن الزراعة في الوطن العربي. يعني إيه هي الأماكن اللي موجود فيها زراعة في الوطن العربي؟ قال لي إيه؟ قال لي من خلال الخريطة اللي موجودة في الكتاب بيقول لي أنا عندي تنوع مناطق زراعة في الوطن العربي. في مناطق بتعتمد على الأمطار، في مناطق بتعتمد على الري من الأنهار، وفي مناطق بتعتمد على المياه الجوفية. لو أنا قلت أول حاجة المناطق اللي بتعتمد على الأمطار، هتبقى عندي الأجزاء الشمالية للوطن العربي، سواء الشمال عند بقى البحر المتوسط كله، من عندي هنا هيبقى سوريا، لبنان، مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، كل مناطق الشمالية في الوطن العربي. اليمن بتعتمد الزراعة فيها على الأمطار، جنوب الصومال وجنوب موريتانيا. المناطق اللي بتعتمد على الري من الأنهار حوالين مجاري الأنهار، يعني على جانبي نهر إيه؟ قال لي زي نهر النيل في مصر والسودان، نهري دجلة والفرات بالعراق. قال لي كمان في مناطق تانية بتعتمد على المياه الجوفية، ودي موجودة في المناطق الصحراوية زي في الواحات، زي مصر الواحات الداخلة والخارجة وسيوة والفرافرة، واحة الكفرة بليبيا. يبقى دي كلها مناطق توطن أو مناطق تواجد الزراعة في الوطن العربي. مناطق بتعتمد على الأمطار، مناطق بتعتمد على الري من الأنهار، مناطق بتعتمد على المياه الجوفية. بيقول لي بعد كده أهمية الزراعة في الوطن العربي. يعني هل الزراعة مهمة في الوطن العربي؟ قال لي أيوة طبعا. ليه؟ قال لي لأن الزراعة دي بتمد السكان باحتياجاتهم من المواد الغذائية المختلفة، بتوفر فرص عمل لسكان الوطن العربي حيث يمارسها نصف السكان، اللي هي حرفة الزراعة بيعمل بها نصف سكان الوطن العربي. كمان بتوفر رؤوس الأموال اللي هتستخدم في إنشاء العديد من المشروعات،
بتوفر المواد الخام اللازمة للصناعة. أنا عندي مواد خام زراعية، مواد خام حيوانية. يعني مثلا المواد الخام الزراعية اللي بتدخل في صناعة القطن، بيدخل في صناعة الغزل والنسيج. قصب السكر اللي بيدخل في صناعة السكر. الخضروات والفاكهة اللي بتدخل في الحفظ والتعليم. عندي اللي هي الفواكه، المربات، الأغذية المحفوظة، كل دي بحتاج لها مواد خام زراعية. بيقول لي بالرغم من ان الزراعة مهمة جدا في الوطن العربي، إلا إنه بيواجهها العديد من المشكلات. إيه هي مشكلات الزراعة في الوطن العربي؟ قال لي أنا عندي مشكلات كتيرة جدا بتعاني منها الزراعة في الوطن العربي. أول حاجة تذبذب الإنتاج الزراعي. تذبذب يعني غير ثابت، يعني الإنتاج الزراعي في الوطن العربي مش ثابت، لا ده بيزيد ويقل. وده بسبب إن معظم الزراعة في الوطن العربي على الأمطار، وطبعا زي ما احنا عارفين إن الأمطار غير ثابتة، يعني ممكن تزيد في عام وتقل في عام آخر. كمان من مشكلات الزراعة في الوطن العربي إن مش كل الأراضي صالحة للزراعة، وحتى كل الأراضي الصالحة للزراعة لا تستغل بصفة صحيحة. ثالث حاجة قلة استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة. ما زالت معظم البلاد العربية تعتمد على الأساليب القديمة في الزراعة. رابع حاجة مشكلة التصحر اللي بتهدد الزراعة في الوطن العربي، وهنعرف دلوقتي يعني إيه تصحر. إيه هي بقى التصحر ده؟ يقول لي التصحر هو تناقص قدرة الأرض الزراعية على الإنتاج، أو تدهورا كاملا. يعني إن الأرض ما تبقاش قادرة إنها تعطي إنتاج زراعي كويس، أو إنها تتدهور تدهور كامل ولا تستطيع إنها تعطي إنتاج زراعي أصلا. طيب بيقول لي بقى إيه هي أسباب حدوث التصحر ده؟ أسباب حدوث التصحر عندي أسباب طبيعية وأسباب بشرية. زي ما قلنا الأسباب الطبيعية يعني الإنسان ليس له دخل فيها، زي تفاوت كمية المطر، إن زي ما قلنا غير ثابتة، كمية المطر غير ثابتة. وكمان زحف الرمال، الرمال بتتحرك، الرياح بتنقلها من مكان إلى آخر، فكل دوت بيزود منها إن الرمال دي تغطي المناطق الزراعية بالرمال. يقول لي كمان الأسباب البشرية اللي هي زي إيه؟ قال لي قطع الأشجار، الرعي الجائر اللي هو الرعي الجائر، رعي الحيوانات بسيبها ترعى في جميع المناطق بدون حساب إنها تأكل الأعشاب كلها اللي موجودة في الأرض. قال لي كمان الإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة. في بعض محاصيل بتبقى مجهدة، بتستهلك مية كتير، بتتعب التربة، زي مثلا محصول القطن. فده كل ده أسباب بتؤدي إلى حدوث التصحر. يقول لي المساحة المزروعة بتقدر في الوطن العربي قد إيه؟ قال لي بنحو 5% من مساحة الوطن العربي. يعني أنا لو قال لي من الأسباب الطبيعية لحدوث التصحر تفاوت كمية المطر وزحف الرمال، الأسباب البشرية اللي هي قطع الأشجار والرعي الجائر للحيوانات والإفراط في زراعة المحاصيل المجهدة للتربة زي القطن. يقول السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تعد نقط المصدر الرئيسي لري الأراضي الزراعية في